السلام عليكم خوتي خواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اموركم هانيه؟ مبروك العواشر ديالكم ان شاء الله. باذن الله في هذه العشيه هذه غادي نتسناو باش يقولوا لنا امتى كاين رمضان ان شاء الله، واش غنصوموا مع السعوديه او لا. ايوا المهم انا كنتمنى كلشي يتوحد ان شاء الله الهلال، ولكن اللي كيبقى داكشي راجع على الهلال وهذا، ولكن حنا ما كرناش. المهم ان شاء الله نهار زايد نهار ناقص ماشي مشكل. اش كتعاودوا كلشي بخير، وجدتوا شي شباكيه، وجدتوا شي سفوف، وجدتوا الحرير، وجدتوا هذا. انا نصيحه من التقاليد كتبقى تقاليد، ولكن تصح الانسان لازم يحاول عليها حتى شويه، لاننا حنا فعلا انا ما عمري تقريبا شتي مائده ديال الافطار غنيه وكبيره ومتنوعه قد الافطار المغربي الصراحه. ولكن ملي كنجيو نشوفوا داكشي كله اللي كيتحط، راه اغلب حناش كنحطو كنبقى نهزو شوي من هنا شوي من هنا، في الاخر كنحسوا براسنا ما قادرينش نتنفسوا. هذا ماشي صحي، وزيدوا السكريات بزاف والعجائن بزاف، وهذا شويه مضر للصحه. نتمنى انكم، انا الصراحه من العام الفايت تقريبا دابا عامين هذه في رمضان، يعني في الفطور كنحاول ندير واحد طبسيل كبير ديال شلاضه منوعه، خس، خيار، هذا كان يعني كنحاول غير نشرب كاس ديال الماء خفيف هكا دغيا، وناخذ شي يعني الحليب اخضر ما كنشربوش بوحدو، الا كان عصير يعني حليب مخلط مع شي حاجه. كناخذ تميره، كنشرب شويه ديال الماء وكنبدا في الصلاه، واخا هي شويه كتكون شويه قاصحه، لا يعني الا درتي فيها الخل ولا الحمض، انا كندير فيها شويه ديال الحمض. الصراحه انا كناكلها كنحس براسي مرتاحه خفيفه، ما متقله ما حتى حاجه، ماشي بحال العامات الفايتين كنت ضروري داكشي اللي كبرنا عليه اللي كنشوفو. كبرنا على اساس ان غنقول الله اكبر، كنقولوا التميره، اللي بغى يشرب حليب يشرب حليب. انا كنبدا بالكافي قهوه حليب ملويه، هذه ملويه، هذه بيضه مسلوقه، هذه خشيف، هذه دهن، هذه عاد ديك الساعه بحال كيكون عندك بزاف منك انك تشربي الحريره، هذه بريوات، هذه المهم راكم عارفين داكشي البدايه هذا. ومن بعد الحريره، يعني فاش كنا صغار ضروري خص تغرف لينا ماما الحريره، يعني ضروري خصنا نشربوا الحريره. بقات فينا سبحان الله بحال قاعده عاده، يعني عاده، واخا كتحسي براسك ديك الناس، واخا كتحسي براسك بلا انك منفوخه وهذا، كتزيدي تشربي الحريره، واخا غير تعاندي في الاخر كتحسي براسك ما قاداش منجين. بقينا غاديين على هذاك الاساس بشويه صافي الواحد بدا كيكبر في العمر، كيزيد هذا كيحاول يشوف اللي كيخلي ليه راحته. حسيت براحتي ماشي بكثره الماكله انك غادي تشدي النهار ديال الغد ديال الصيام ولا شي حاجه، لا بالعكس. يعني انا اللي اكتشفت هكا، كل ما كليتي خفيف، كل ما شربتي السوائل اكثر، والسوائل ملي تبغي تنعسي في السحور وهذا احسن لك ما تاخذي ملوي وحرشه وغرير وحريره ومخلطه غير باش تعندي تقولي راني كليت بزاف، راه غدا غادي نشد صحتي. العكس، كتصبحي الغد ليه معكازه ومدوخه وكسلانه وصحتك ميته، وهذه لا والله الصراحه. داكشي انا قلت لماما، قلت لها هذا العام انا ان شاء الله النهار الاول ديال رمضان غادي نجمعوا خوتي كاملين، غادي ندوزوا النهار الاول ديالنا رمضان كما العاده. وراكم عارفين دابا راه كل واحد بدارو وهذا شويه، يعني مره هنا عند هذا، مره عند هذا، ولكن انا وماما اكتشفوا في المغرب ديالنا ويعني واللي عندنا في الدار، وداكشي حنا اللي جالسين في الدار مع الوالده، ضروري قلت لي صلاه هكا شي كفيته كان شويه، ولا مثلا طريف ديال الكيكه، ولا شويه ديال اش كيقولوا ماما عزيزه عليك البلبوله وهذه عندها هي، ما عندها المصران وداكشي، كتحاول تاخذ داكشي اللي ما كيضرش الحريره، كضرها السفوف كيضر هذا. يعني انا سبحان الله حتى كيفوت رمضان عاد كيجيني على السفوف، عاد كيجيني على نذوق الشباكيه حبه. انا الشباكيه الصراحه كنذوقها حبه يعني ماشي النوع اللي كيبغي الحلويات بزاف. انا الحاجه اللي كنبغي المملحات بزاف، ولا بريوات مملحين ولا شي حاجه بحال هكا. يعني العام كانت ملي كانت مرت خويا عايشه معنا في الدار هنايا، اللي كانت جالسين معنا في الدار، كان خويا مزوج عندنا في الدار صراحه. كما قلت لكم عامين هذه بديت انا ويا بهذه الطريقه هذه، يعني لي صالاد هكا، شويه ديال المملحات، شويه ديال هذه، شويه ديال هذه، حاولنا نبعدوا على داكشي ديال العجائن وهذا. كنديروا مثلا شي حاجه في الفران، الدجاج في الفران، شي حاجه بحال هكا، وكتحسي براسك انك كليتي مزيان وارتحيتي، وداكشي اللي كليتي ماشي مغصوبه باش تاكليه، لانه كيخصو يتكل في رمضان. خصنا نحيدوا شويه هذه الفكره، هذه التقاليد كتبقى تقاليد. يعني مثلا مره في 3 ايام 5 ايام ديري داك الفطور المغربي 100%، ونوعي شلاضه، كفته، شويه السوسيط، هذه حتى لاحسن الاعوان اللي حتى اللي ما عندوش لا شي حاجه يحاول ينوع على الخضره. حتى الخضره دابا راه حتى الخضره راه رجعت غلات، ما خليونا ساكتين. حنا نهضروا بحال اللي كنهضروا على بحال شحال هذه الخضره براسها ما بقات دايره الجناح حتى هي سبحان الله، ما بقات فيها مضر والله العلي هذا. يعني حتى مطيشه سبحان الله، كتبغي تاكلي مطيشه هكاك، يعني تهزيها وديرها فمك وتقطعيها كما مثلا الانسان المولف كياكل مطيشه، كيحاول يدير شويه الخضروات وداكشي في الدات ديالو، كتلقايها
واخا غاليه في الثمن الله يستر، مجلده الجلده ديالها اكثر منها، لا مذاق لا حتى حاجه، خليونا ساكتين وصافي. المهم هذا ما كان شويه ديال لي سالاد، شويه ديال هادي معقده معقوده، ماشي بالضروره تقلاح، ولا مثلا ديروا لها مثلا في الفران، شويه في الفران كان البلاطو ديال الفران ديروا فيه شويه حاجه هكا وتخشي في دقه واحده في الفران. الدنجال كذلك دير ماشي بالضروره تقلى ليه في الفران مع شويه ديال الجبن من الفوق ولا شي حاجه، الفرماج محكوكه وكيصدق زوين. المهم حاولوا تبعدوا على القلي، حاولوا انكم تشربوا السوائل معطلين شي شويه، وهذا ما كتحسوا براسكم مرتاحين. انا ماشي كثرت الماكله اللي كتخليك صحيحه لغدا، بقاش الجسم كتعطيه بزز كثرت الماكله بحال كتزيدي تعيي، غير كتعيي. انا هادشي الصراحه هادشي اللي اكتشفت، ولا عندكم شي حاجه يعني مخالفه ليا كتبوها لي في التعاليق لتحت. المهم هادشي اللي بغيت نقول لكم. ان شاء الله غادي واخا كان رمضان ما غاديش نحبس على داكشي اللي بديت فيه، انا غادا فيه وغادي نكملوا الاجراءات ديالنا كامله، وان شاء الله باذن الله غادي نبدا في سميتو من دابا. واخا مازال ما ساليش، من دابا غادي نجمع العناوين ديال الجمعيات اللي في برا اللي مختصين في بحال الاختصاص اللي عندي. من دابا نبقى نحاول نتكاتب معاهم نراسلهم وداك الشيء باش نقول لهم نعرفهم ونبين لهم بان حنا عاد بادين، يعني الساس ديالنا جديد وهذا ونتمنى ان شاء الله يكون واحد التعاون ان شاء الله. لما لا نلقاو شي تعاون من شي جهه معينه، وان شاء الله الا كتب في النص ديال رمضان راه ضروري عندي واحد السفر، خصني ضروري نمشي نشوف المنزل ديالي، عندي شي اوراق ضروري خصني نصايبهم، وفي نفس الوقت نيت انا نشوف نيت الجمعيات مباشره من الناس اللي كنعرف شحال هذه، لانني كنت خدامه في القطاع 10 سنين في اوروبا. كما نتوما عارفين انا باش دخلت لي سبب معين، ماشي دخلت مره ولكن انا اللي دخلت بسبب كان الاب ديالي كان عيان، والسبب اللي انتم عارفينه انا اللي دخلت هنايا وبقيت خادم مع هذاك اللي في سبيل الله، اللي درنا في سبيل الله على دوك الناس اللي نتوما عارفين الاستوار وهذا. ايوا بقى اليوم غدا جات كورونا، جات هذه. المهم تقريبا شي 2 فوا ولا 3 فوا خرجت ورجعت، وان شاء الله غادي نمشي وغادي نرجع وغادي تكونوا معايا. حتى شنو طلعت علي واحد الفكره انني غنمشي نمشي اش كيقول لا البال لما لا، البال فيه حويجات نقيين وفيه حويجات زوينين. من دابا نبقى نتريي حويجات ديال الصغار، حويجات هذا ان شاء الله، والصابون الحديده المسائل وفي بلاستيكات، وندير التيكيت كما كيديروا في اوروبا. حتى داكشي حتى اوروبا راه في البال، الكنائس والمسائل راه كلشي غير البال، يعني الاشياء المستعمله ديال الناس وحدين اخرين ماشي مشكل وماشي عيب. بقاش دابا حاليا اصلا دابا الناس كيمشيو للبال وكياخذوا الحوايج وكيعاودوا يستعملوهم، لان اول حاجه كاليتي زوينه، ثاني حاجه كتلقاي دي مارك، ثالث حاجه كتلقاي بزاف ديال البياسات بالتيكيت ديالهم. الصراحه ما نكذبوش على الله، يعني الاشياء الداخليه اللي مصايبه في المغرب وهذا ما نكذبوش على الله، كتاخذ واحد البياسه ثمن طالع في الثمن وكتلقاي التيست ديالها ماشي هو هذاك ولا علاقه ولا هذا. ولكن حنا ماشي بغينا ننزلوا من سميتو من الصناعه المغربيه، لا بالعكس. هذا الميساج هذا كنحاولوا انه يجتهدوا شي شويه ويعطيونا حتى حنا الكاليتي زوينه في المغرب، ولما لا حتى حنا نبقى نلبسوا ماضي الماروك هذا، ولكن يمشي يعطيونا الكاليتي الاخرانيه بثمن طالع بزاف. هذا عباد الله الحمد لله. كون ماشي لبرا الناس ما غاديش تلبس بزاف الناس من جميع الطبقات، يعني حتى الطبقات الصغرى ماشي عيب، راه ماشي عيب تحشموا ولا تقولوا ما نمشيوش للبرا. ملي كتمشيو للبرا كتشوفوا شكون كاين في البرا، الناس تبارك الله بالطوموبيلات والكاطات ومعروفين وهذا ماشي مشكل. شتي في الدنيا مادام كلشي بالحلال، كتشري حاجه بفلوسك، ما كتسرقيش، ما كتخونيش، ما تخافي من حتى واحد، ما كدير حتى حاجه عيب. سيري وسير خويا وراسك مرفوع وعرف راسك بانك ما كديرش شي حاجه خايبه. المهم رجع للكلام ديالي، غادي نمشي ان شاء الله نبقى ناخذ بياسات هكا. انا لا خوتي لا دارنا هذا من دابا، يعني غادي نخصص الدار الاخرى اللي عندنا كنحط فيها المسائل، غنبقى الصبانه غنبقى تحدد وبقى ندير بالنسبه للعمر وبالنسبه ديال الجنس، يعني مثلا ذكور واناث رجال ونساء وهذا من دابا ان شاء الله، باش ما نجي ندير داك الجمعيه الخيريه اللي قلت لكم ان شاء الله تكون ديجا ولجت المسائل ديال دخول فصل الشتاء عفوا، كون ديجا عندي واحد سميتو بالنسبه للمطلات الكويشات البوتيوات ديال الشتاء. هذه هي الوقيته اللي نقدر ممكن نلقاو اسمنه زوينه، وهذا غير بالمدخول الشخصي ديالي انا، يعني بالقدره ديالتي انا وعائلتي وخوتي
واللي بغى يتساعد ماشي ما كاين حتى مشكل. اللي عنده شي حاجه باغي يتساعد من دابا يحطها عنده، ماشي كنقول يجيبها لي يعني يحطها عندي يا جماعه. ان شاء الله ملي نقول لكم بلي حنا بغينا نمشيو ونمشيو كلنا ولما ديك الساعه باش نكونوا كلشي قانوني. انا بغيت المشاكل درت حاجه انا بارك عليا من المشاكل، باغا نكون شي ندير داكشي قانوني باذن الله وفي سبيل الله. ويا ربي حبيبي انت شاهد، وكنعاود نقولها ربي راه شاهد عليا على اي كلمه قلتها. المهم في رمضان ابقى ندير لكم خرجات معايا الجوطيه، بقى نعزل نبقى نوريكم شنو جبت شنو شريت شنو درت شنو فعلت. هادو ديال الصغار هادو ديال الكبار هادو. وان شاء الله راه الانسان ملي كيبغي يدير شي حاجه خصو يبداها من الاول من الصفر. الا بديتيها من الصفر غيجي واحد الوقيته تمشي تقول ايوا صافي مازال حنا كاع ما وجدنا هادي من دابا انا نبقى نشري في الحوايج اللي نجمع فيهم. لا عادي ما فيها حتى حاجه. شنو فيها؟ راه الا جمعتي جوج سكان د الحوايج وجمعتي 10 ديال الماطلات من دابا يعني شهر 3 راه من هنا 4 شهور 5 شهور تبارك راه يكون عندك ستوك. ماشي تقربي تمشي تبقى تقولي اللي عنده ملابس شتاء يجمع عليا، اللي عنده المطلات، اللي عنده البوتيوات. لا هكا الانسان خصو يفكر. يعني وفي الشتاء كنبريباريو الحوايج ديال الصيف، من الدخول للمدرسه كنبريباريو الكارطابل ديال الدخول للمدرسه. لما لا ان شاء الله يا ربي سهل يا ربي حبيبي يا ربي حبيبي. حتى لي بيسيكليت وداكشي البيكالات وهذا كاينين الناس اللي في القرى اللي كيعرفوا يسوقوا، ولا كاين يعني يسوق الدراجه وباش يمشي للمدرسه وما عندوش ما قدرش. يعني راه حتى 200 درهم ولا 300 درهم ولا 500 درهم باش يشريها يسخرها لولدو راه ما عندوش. يعني هنا نقدروا حنا مثلا علاش لا دبري على وحده اليوم غدا 3 4 5 انت صدقتي دايره 10 20 والحمد لله. باش مشيتي تمشي على الاقل تحسي براسك بلا ان درتي واحد تعبتي الا خرجتي ضربتك الشمس ولا وانا عندي الحساسيه. يعني انا بالبال ما كنقدرش عليه مثلا ماشي مشكل، ولكن ملي كتمشي وكتحسي براسك داكشي خدمتي عليه انت بوحديتك وقديتيه كتحسي براسك بالراحه بزاف. والله واحد الحب والله خوتي الشيء اللي تعلمتي دير الخير. وانا الحمد لله انا حاسه كل انسان عنده واحد الحاجه لداخل ديالو كتعطيه كتجي لي واحد الوقيته كيدير الخير بلا ما يحس. واخا يكون الشخصيه ديالو قاصحه ولا قويه ولكن الا قلبتي الوسط ديالك غتلقى واحد الحاجه فيك لداخل كتبغي الخير. علاش ما ديرش الخير؟ غتقول لا انا واش غادي ندير حتى انت؟ واش انا عندي غير تريكو ولا اش غايدير بها الناس عطا الله؟ كاين هادو اللي مثلا في النواحي ولا في المدن الكبرى عندهم، ولكن كاين الناس اللي ساكنين في الكهوف، كاين الناس ساكنين في الخيام، كاين الناس اللي كيتنقلوا عندهم فين يجلسوا، كاين الناس اللي غير جالسين يقدر يبس بالثلج ما عندوش باش يسخن. حنا مازال عندنا الديور المطلات الكوفرليات ها المدفأة ديال الغاز ها ديال الضو ها الماء السخون في الدوش. هما راه كاين اللي كيجي فاصل الصيف راه ما كيدوش، كاين اللي كيهز الثلج وكيسخنوا بالعواد باش يدوش به. شفتوا هذه قش الماء كيكون عندهم بعيد بزاف، والشحه ديال الماء ما كاينش بزاف، الماء قليل لا في الصيف. في الشتاء ملي كيجي عباره عن ثلج، وملي كيجي عباره عن ثلج كيحاولوا يجمعوه وكيتوضاو به بارد الا عندهم العواد فازقين. هادشي كامل انا راه شفتو بعينيا، ماشي شفتو في الانترنت. داكشي ديال الانترنت كنشوف في اليوتيوب كنشوف، شفتو بعينيا. هادشي دزت بزاف ديال البلايص فيهم بحال هادشي، ولكن كنت كندير بزاف ديال الحاجات بوحديتي ما كنت كنبينها. ولكن باش ما تلقايش عراقيل وصداعات وغواتات ولا هذا انتو شفتو دابا كيكون نايض شي واحد غير مره من نور راسو بغا يدير شي خير ولا شي حاجه كيصدق في المشاكل. اللهم قانوني باش الا درتي شي حاجه خايبه كتحاسبي عليها، درتي شي حاجه زوينه راه ربي شايفها لك والعبد شايفها لك. لقاش الحاجه اللي درتيها خايبه ولا دخلتي بواحد النيه خايبه راه كلشي كيتكتب لك، كلشي بالوراق فهمتي. والناس الا درتي لهم الخير راه كيشهدوا عليك بالخير، درتي لهم شي حاجه خايبه راه كيشهدوا عليك بالحاجه الخايبه. ومادام درتي الله قدام كونيتك زوينه راه ربي ما عمر يطيحك في شي مشكل. ولا طيحك في مشكل ولا طحتي كاع في مشكل مع الناس وانت دايره الخير وما عرفتي شنو كتحسي راسك مظلومه، ولكن حمدتي الله وشكرتو علتي علاش لقاش خديتي الحسنات. وهذاك اللي دارك اللي ظلمك راه واخد غير السيئات فهمتي. انا هادشي اللي عندي لداخل ديالو كان جيت نطلعو على هادشي اللي وقع لي قبل واللي نتوما اصلا في هذه القناه شاهدين عليه. اللي سمعت الجيران بدات كتنبح ماشي مشكل. قلت لكم فين وصلنا اللي فاتني قلت لكم هذاك الشيء اللي كنتو
اصلا عارفين على في هذه القناه يعني اللي انا ضربت الطم عليه وسقرت، راكم عارفين الانسان كطمحي باش توصلي معاه لواحد الحاجه زوينه، توصلي الناس لواحد الحاجه زوينه، تحيديهم واحد المستنقعات، تحيديهم واحد المشاكل، تحيديهم واحد القاعده خايبه، بزاف د الحاجات. وانتم باش تعرفوني انا الصبر عندي راه كنبدا من الزيرو، كنزيد كنبدل الانسان، كنزيد كنحاول نغير الحاجه الخايبه اللي في الانسان. اوكي. ولكن شي مرات كتصدمي، عرفتي علاش؟ لقاش كاين الانسان اللي ما باغاش يتبدل، ولا اللي اكتشفتي فيه شي حوايج خايبين ما بغاش يبدلهم، وسترتيهم كتستريهم ومع ذلك ما بغاوش يحشموا. وانا عارفه مليون في المية بلا بزاف د الناس عارفين علاش كنهضر. قاعده خايبه. انا مرا وعندي الكتاف، كنخدم، كنجري، كنفكر، كنعس ودماغي مشغول، خصني ندير هادي، خصني ندير هادي، خصني ندير هادي، خصني ندير هادي، خصني ندير هادي. بعدا غير الصدمه راه صعيبه، شي صدمه صعيبه انك تحاولي تغيري من الناس. كنهضر دابا بالجمع، خليونا واضحين. كتحاولي تغيري كتلقاي راسك بانك ديما كتوصلي لحد مسدود. دابا حنا كنشوفوا من اللي بعد فينا يوصلوا، واش يندموا علينا ولا لا؟ صافي. لقاش انا ما بغيتش الغلط، بغيت نوصل لواحد الحد ونحبسو، ما بغاش يتحبس. عطيت الفرصه الثانيه الثالثه الرابعه الخامسه السادسه، والسر خليته عندي. بقاش عيب انني نخرج ونطرطق كلشي، ولكن نتمنى هما يعرفوا المقام ديالهم بوحديتهم، هما يعرفوا شنو هو اللي صالح فيهم واللي ما صالح، ويعرفوا النصيحه اللي نصحنا واش هي هذيك ولا ماشي هي هذيك. المهم نسدوا هاد الهضره هذه بين قوسين. المهم رمضان مبارك، وراكم عجبتوني بالتعليق ديالكم والمشاهدات ديالكم. بقاو معايا باش نديروا ان شاء الله الجمعيه ديالتنا الخيريه للاطفال في وضعيه صعبه، والناس الكبار في العمر اللي مساكن في وضعيه صعبه جدا اللي ما عندهم حد، وحتى الحيوانات اللي عندها شي مشكل ولا ضاله ولا هذا. المهم حنا غنديروا شويه من هنايا، ويا رب يا رب يا رب ديك الارض يكثر ليا فيها الماء يا ربي حبيبي. هذا هو الطلب ديالي، وشكرا لكم، ورمضان مبارك سعيد. وان شاء الله اول نهار ديال رمضان ضروري غنطلع لكم يا لايف يا شي حاجه. ديروا لي لايك واللي بغى يكون معايا في الجمعيه الخيريه ان شاء الله ملي غيشوفها بدات غادي غتعجبو الفكره بزاف. وانا اكيده انكم غادي تشاركوا معايا وتشاركوا معايا في القناه. انتم جداد، مرحبا بكم على الراس والعين على قلبي، مرحبا بكم في القناه ديالي. وشكرا للناس اللي كتبوا لي في التعاليق بلا انهم دخلوا عندي على اساس انني كندير الخير. وهذا شكرا، ماشي مشكل. واخا ما يكونش الفلوس عندكم، ممكن ديروا الخير بزاف ديال الحاجات. كلمه واحده راه فيها الخير، كلمه واحده راه كتخلي الانسان يزيد يتشجع وكيعطي. وانا ما توقفني حتى حاجه باذن الله ما توقفني حتى حاجه. مادام كنسعى الخير ما غنخاف حتى حاجه. وبكم راكم القوه ديالي، وانتم هما خوتي واخواتاتي. ان شاء الله ما غاديش نخيب الظن ديالكم. وانا معكم مايا ومجده. تهلاو لي فراسكم يلا، وان شاء الله اول نهار في رمضان يجوز لكم بخير بدون تعب باذن الله. يلا، واللي مرضى الله يشافيهم يا ربي. يلا تهلاو لي فراسكم. باي باي.